السلام عليكم يا احلى واغلى متابعات. معكم زهراء من قناه زهراء للطبخ الاصيل. نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه جيده. اليوم غادي نقدم معكم وجبه غداء اللي هي صحيه، سمك في الكوكوت بالخضر، رائع ولذيذ. لاول مره شاف القناه تفضلا منك لايك واشتراك مع تفعيل الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد. مع المقادير وطريقه الاعداد وفرجه ممتعه. بسم الله وعلى بركه الله. المقادير هي كالتالي: عندي 2 حبات ديال الطماطم مقطعه دوائر، 1 فلفله حاره، وكذلك الجزر او خيزو مقطع دوائر رقيق، كذلك بطاطا، مجموعه ديال الفلافل، الزيتون، وهذا النوع هذا ديال السمك على ما اظن ان الاسم ديالو هو لومبرين، كيكون على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. هو من نوع ديال السمك اللي هو اللون ديالو ابيض والجلده ديالو كحله، كيكون واحد السمك اللي هو كبير. بالنسبه للشرموله كنحتاج فيها شويه ديال القزبر والمعدنوس ما كنكثروش منه، شويه ديال الثومه مدقوقه مع الملحه، الكمون، بزار، خرقوم، قزبور حبوب اللي كيكون مطحون، وكذلك تحميره. معجون الطماطم هو اختياري. بالنسبه للطريقه على بركه الله كناخذوا الكوكوت ديالنا اولا كذلك ديك الطاجين اللي كيكون ديال الانوكس، كيكون ثقيل حتى هو كيطلع فيه هذا النوع ديال السمك مزيان. كنديروا رشه ديال الملح ضروري في القاع ديال الكوكوت باش كتعطينا واحد البنه. كذلك غادي نضيف دوائر ديال المطيشه، غادي نديرهم انا دائما كنديرهم من التحت كيطلقوا ليا الماء. كما تلاحظوا معايا هذا السمك هذا راه ما كنطيبوش بالماء، فقط بالشرموله. وهاد الخضر غادي نوضع الجزر اولا خيزو مقطع دوائر كما كتلاحظوا معايا، ضروري واحد الرشه ديال الملحه وشويه ديال الكمون والقزبور، وكنردهم يتشحروا مزيان. في هاد الاثناء اللي كيتشحر خيزو ديالي غادي نصوب معكم الشرموله ديال الحوت كما تلاحظوا معايا اللي كنحتاجو فيها. كذلك حطيت واحد شويه ديال مصير ولا الحامض مصير. اول شيء كنزيد على الشرموله ديالي تقريبا واحد 2 معالق ديال الزيت اللي تكون من الافضل زيت ديال العود، وكذلك ضفت نص كاس ديال الماء هو اللي غادي نخلط به هاد الشرموله، هو اللي غادي نطيب به هاد الوجبه غداء ديال الحوت في الكوكوت. كنخلطوا الشرموله ديالنا مزيان، يمكن لكم تستعملوا حتى يديكم باش يتجانسوا ديك العناصر. كيبقى الماء على حساب تكون الشرموله ديالنا خفيفه. كل ما كانت خفيفه بالماء كل ما كيدخل الحوت كيدخل ليه الشرموله ديالو. ما تكتروش فقط الزيت، ما تكتروش فقط انكم توضعوا واحد المعلقه كبيره ولا 2 معالق هكا باش كيدخل كيتشرب الحوت ديالنا الشرموله ديالو. الاشاره اي نوع ديال الحوت راه ما كيحب الشرموله بزاف، راه فاش كديروا شرموله بزاف راه كتقتلوا المذاق ديال الحوت. كما كتلاحظوا معايا انا راه غير كنغمسهم غير شويه في ديك الماء ديال العطريه. اما بالنسبه للقزبور وهذيك الثومه راه كيبقاو ليا في القاع ديال الطبسيل، هما اللي غادي نمرق بهم هذا الكوكوت هادي. في هذه الاثناء اللي انا مازال كيتشحر عندي مطيشه وكذلك خيزو اللي وضعته معاكم كما كتلاحظوا حتى كيعطي واحد اللون اللي كيكون بحال اللي تحمر شويه ديك مطيشه مع خيزو كينزلوه مزيان. هنا كناخذوا الزيتون كنحيدوا ليه ضروري العظم، الا كان مر اولا فيه الحموضه بزاف والملحه يمكن لكم تنقعوه في الماء اللي كيكون سخون باش كتنقص منه الملوحه. هذا بلدي ديال الدار ما فيهش الملحه بزاف. في هذه الاثناء كما تشوفوا معايا انها ديك مطيشه ديالي تعسلات وكذلك خيزو نزل مزيان. عاد غادي نضيف كما كتلاحظوا البطاطا اللي قطعتها دوائر غليظه شويه باش ما كتليطش لينا، كتبقى على الحجم ديالها. بالنسبه اللي كيبغيو الروز يمكن ليهم يضيفوا الروز حتى هو راه كيجي زوين في هاد الكوكوت هادي ديال الحوت، حتى هو كيتماشى بزاف. واللي بغى يخليها خفيفه هكا راه كانت افضل. هنا عندي تقريبا 2 حبات ديال البطاطا اللي قطعتهم على هذا الشكل هذا دوائر، خليتهم سماك. في هذه الاثناء كنضيف كذلك الملحه، راه كنضيف غير قبيصه الملحه، والشرموله ما دايراش فيها الملحه بزاف، وكذلك الحوت ما كنديرليش ابدا انا الملحه بزايد باش ما كنغطيش على المذاق ديال الحوت. كما كتلاحظوا معايا كنوضعوا القطع ديال السمك ديالنا
على هاد الشكل هذا. كما كتلاحظوا معايا راه ماهاش شرموله بزاف، كنوضعوه في الوسط ديال الكوكوط على هاد الشكل. ما كيحتاجش طياب بزاف، راه تماما بحال البطاطا. فاش كيطيب هاد النوع ديال الحوت راه كيولي قاصح، ما خاصوش يطيب بزاف. بالنسبه لهاد الشرموله اللي بقات عندي في القاع ديال الطبسيل، راه هي اللي كنمرق بها، اولا هي اللي كنضيفها على الخضر اللي عندي، وما كنضيفش ابدا الماء. فقط انني كنقفل الكوكوط ديالي وكنقص ليها شويه. كنغطيو السمك ديالنا بدوائر ديال الطماطم كما كتلاحظوا، واحد الفلفله حاره اختياريه، وكذلك كنوضعوا الفلافل اللي كتكون عندنا بالالوان ولا خضراء ولا اللي متوفر عندكم. الفلفله يمكن لكم تستغناو عليها بالناس اللي ما كيعجبهمش المذاق ديال الفلفله في الحوت، وانما راه كتماشى بزاف مع هذا الحوت هذا اللي كيكون في الكوكوط. كنضيفو كذلك مع الجناب. بالنسبه كما شرط في الاول، يمكن لكم طيبوه حتى في الطاجين بنفس الطريقه، راه كيجي لذيذ وكيجي بنين وبزاف، والمريقه ديالو كتكون خاتره. غير هو الا درتوه في الطاجين ما تحلوش عليه بزاف باش ما ينشفش ليكم، ونقصوا ليه البوطه. هنا ضروري من هاد الطرف ديال الحامض الا كان مصير كان حسن، كان عادي حتى هو كيجي مزيان. كنوضعوا الزيتون كما كتلاحظوا معايا اللي كيكون على هذا الشكل هذا، ضروري منزوع العظم اولا تخليوه بالعظم ديالو. بالنسبه للزيتون الا كان مالح كما اشرت في البدايه، الا كان مالح بزاف كليكم ديروه في الماء دافي واحد شويه على ما تحيد ديك الملوحه اللي فيه، عاد ضيفوه. ما كانش راه كيجي لذيذ بزاف مع هذا الحوت هذا، بالاخص الا طيبتوه في النوبه الاولى بحال الشكل اللي درت انني غادي نطيبو مع الحوت، كيعطي واحد البنه وكذلك واحد اللذه لهاد وجبه غداء. كما تلاحظوا معايا الكميه كتبقى على حسب افراد الاشخاص اللي متواجدين معاكم. وبالنسبه الى ما عندكمش المصير يمكن لكم ديروا الحامض عادي، ويمكن لكم تستغناو عليه. الا درتو غير الزيتون زعما صراحه راه كافي حتى على الحامض، لان كيعطي نفس المذاق. هنا هذا هو الشكل ديال وجبه الغداء ديالنا ديال الحوت في الكوكوط. هذا هو الشكل ديالها كما كتلاحظوا معايا، كتجي شهيه. وكذلك انني ما ضفتش الماء ابدا، فقط نص كاس اللي صوبت به الشرموله. كما تلاحظوا معايا هنا ضروري كنزيد واحد الرشه ديال الملحه وشويه ديال الكمون وشويه ديال القزبور حبوب في الاخير، وغادي نديها على الفرن. في هذا الاثناء فاش كتبدا كتغلي كنزيد ضروري من هذه اللمسه هذه شويه ديال الزيت النباتيه، راه كتماشى بزاف مع الخضر وكذلك مع هذا النوع ديال الحوت، لان كيبغي شويه ديال الليدام حتى الاخر حتى كيتشرب ليا ديك الشرموله. وهذا هو الشكل ديال الغداء ديالي، وجبه غداء ديالي كتجي لذيذه مريقه خاتره عاقده وكذلك لذيذه وبزاف. كل حاجه كتكون واخده الطياب ديالها. الاشاره انها كتكفي 15 دقيقه كتكون واجده. هاد وجبه غداء كنقدموها على هاد الطريقه هذه وبالصحه والراحه. ولي اول مره شاف القناه فضلا وليس امرا، فضلا منك لايك واشتراك مع تفعيل الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد. الا كنتم من عشاق هاد الوجبات الصيفيه خليوا لي في التعليق لتحت في اسفل الفيديو، نبقى ننزل معكم او نشارك معكم الوجبات الغذائيه او الوجبه ديال الغداء اللي كتكون صحيه يوميه بطريقه اللي هي سهله وسريعه، وتقديم اللي هو راقي بمقادير اللي هي اقتصاديه. الى عجبكم بحال هاد النوعيه ديال الفيديوهات ما عليكم الا انكم تخليوا لي التعاليق ديالكم في اخر الفيديو باش نحاول انني نقدم بحال هاد الاطباق هذه اللي هي سهله وسريعه خاصه للمبتدئات والموظفات. كما كتلاحظوا معايا راه الخضره كامله كتجي طايبه وكتحافظ على الالوان ديالها، لانني ما ضفتش انا التحميره بزاف، فقط طيبتها بشويه ديال الخرقوم كما كتلاحظوا معايا. هذا هو شكلها. نتمنى البنات تنال الاعجاب ديالكم. ولهنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنبغي نقول لكم راكم عزاز عليا بزاف، خاصه الناس اللي كتفاعل معايا لا في الخاص ولا في التعاليق.
راكم في القلب. وكنبغي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى الملتقى ان شاء الله فيديو اخر. ما سخيتش بكم، الى الملتقى، دمتم في رعاية الرحمن.